السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. زي ما عودنا حضراتكم كل جمعة بالتقرير الأسبوعي لسوق الجمعة، بنتكلم ونحكي لحضراتكم فيه إيه اللي حصل في السوق بالنسبة للم وبالنسبة للتداول بين التجار وبين الهواة بينها وبين بعض. بس قبل ما نتكلم في أي حاجة وقبل ما نقول أي حاجة، يا ريت كلنا نصلي على النبي في التعليقات، واللي عملش اشتراك يعمل اشتراك، واللي عملش لايك يعمل لايك علشان نوصل لحضراتكم كل جديد بإذن الله. بسم الله نبتدي. النهارده زي ما انتم شايفين كده حبيب قلبي، السوق مفيش لم فيه خالص. السوق النهارده كان يعتبر توقف لم. وكان الحاجات اللي يعني اللي بتتلم نقاوة، وافضل حاجة في السوق اللي كانت بتتلم وباسعار قليلة. وكان نوعين بس او ثلاثة اللي كانوا بيتلموا. اما بالنسبة للتداول، التداول كان كويس جدا النهارده بين اللي هو بينها وبين بعض. بالنسبة للاسعار، الاسعار التداول هقولها لحضراتكم كلها في الفيديو. الناس اشترت بايه والناس باعت بايه، وهنتكلم دلوقتي على الحاجات اللي كانت بتتلم في السوق. الحاجات اللي كانت بتلم النهارده حبيب قلبي كان الاسترالي، واسعاره كانت سيئه جدا. بالنسبه للاسترالي الزغاليل كان عامل 130 جنيه، والفواتح كانت من 140 ل 150 جنيه، مش بتزيد عن كده خالص. ده بالنسبه للزغاليل. بالنسبه للكبير، الكبير بدايتها من 180 غامق، والفواتح من 200 ل 210، ومش بتزيد عن كده خالص. ده بالنسبه لللم. ده اللي كان حاجات اللي كانت عليها لم. من ناحية تانية كان برضو الروز كان بيتلم بنسبة قليلة قوي. وكان بيتلم الروز اللاتيني كان بيتلم على 900 جنيه، وكان بيتلم الروز العين السوداء والفشر العين السوداء كان بيتلم ب 800 جنيه. دي الحاجات اللي كان على لم. بالنسبة للكوكتيل كان بيتلم الكبير من 9.5 ل1000، ومش بتزيد عن كده خالص. وكان بيتلم الأحجام الجامبو والريش المفرود والريش المكوي. ده بالنسبة للكوكتيلات. اما بالنسبه لبقيه الكوكتيلات، كان نادر اول لما تلاقي حد بيلم كوكتيل فرنساوي او مصبعات. كان قليل قوي كان بيتلم، بس وكان عليه اقبال كان اللاتيني وكان الحبشيات بس. دي كانت اكتر حاجه النهارده كانت موجوده مع التجار. وبالنسبه للعصافير الاسترالي كانت الفلل والاسترالي العادي باسعار طبعا قليله. هنتكلم دلوقتي على اسعار التداول. اسعار التداول النهارده في السوق كانت الاسترالي النهارده الفواتح كان الزغاليل بتاعته كانت من 150 ل 170 ل 200 جنيه. ده بالنسبة للزغاليل الأسترالي. الفواتح كانت من 170 ل 200 جنيه، زي اللاتيني وزي الألبينو وزي الكاريمينو. ده بالنسبة للبيع بين الهواة بينها وبين بعض. أما بالنسبة للكبير، كان الكبير الشبابات كان ب 220 ل 250 جنيه، والكبير من 250 ل 300 جنيه. ده بالنسبة للاسترال العادي والغامق. دي الأسعار اللي كانت موجودة في السوق تداول. الهواة بتبيع بالأسعار دي. يعني أنا كهاوي نازل السوق ببيع الكبير اللي معايا على 250 ل 300 جنيه. اما اللم التاجر بيجي ياخد منك الكميه اللي معاك او العدد اللي معاك باسعار اقل من التداول. برضو كان عندنا النهارده الفلل النهارده كانت بتلم الفواتح. كان قصدي معلش، كان في التداول النهارده كانت من 700 جنيه ل 750 جنيه. ده بالنسبه للفواتح. الفلل الاخضر والازرق كانت من 500 ل 550 جنيه، وفي ناس كانت بتوصلها ل 600. ده بالنسبه لاسعار التداول يا جماعه. مفيش لم خالص النهارده. انا قلت اللم والحاجات اللي كانت بتلم في اول الفيديو. اللي هتكلم دلوقتي هتكلم على اسعار البيع بين اللي هو بينها وبين بعض. ودي الاسعار اللي كانت موجوده النهارده في السوق، ومنهم حاجات نازله في العروض بتاعه البيع اللي انا بنزلها في خلال الاسبوع. بالنسبة للاسترالي الفول اللاتيني، كان الفول اللاتيني ب1000 جنيه، والأسهم كان من بدايتها من 1200 ل1500. وفي ناس كانت عليها السعر عن كده في الفولل. الأسهم النورمال كان ب1800، والأسهم الأوبلاين الأسهم الأوبلاين كان عامل 1500. ده بالنسبة للناس اللي كانت عارضة الأسفنجات اللي هو علامات الحفر، اكتاف شجر، علامات حبر غامقة. وفي ناس تانية كانت عارضة الأصوص اللي هي علامات فواتح شوية، كان ب1000 جنيه 1200 جنيه. ده بالنسبة للأسفنجات. أما هنتكلم دلوقتي على أسعار الفلل الفواتح كان من 700 ل 750 جنيه. ده بالنسبة للي هو بينهم بعض. والزغاليل بتاعتهم كانت من 400 جنيه 450 جنيه، ممكن توصل ل 500. الغامق كان من 500 جنيه ل 550 جنيه، والزغلول بتاعته كانت من 400 350 ل 400. ده بالنسبة يا جماعة لأسعار التداول. بالنسبة للبلاكات، البلاك فيس كان بلاك فيس أزرق. كان الزغيل بتاعته عاملة من 800 ل 850 جنيه، والكبير كان عامل من 1200 ل 1000 ل 1400 جنيه. والبلاك فيس رمادي كان الزغيل بتاعته عاملة من 1300 ل 1000 ونص، والكبير كان من عامل من 2000 ل 2200 جنيه. ده بالنسبة للهواء اللي بتبيع تداول في السوق. دي الأسعار كانت موجودة النهاردة لما كنت بسأل الناس الأسعار معاك إيه النهاردة. الانجليزي، كان الانجليزي على حسب المستويات بتاعته. الانجليزي كل ما كان مستواه مش شعبي كل ما كان سعره اعلى. وبرضو الانصاص النهارده كانت بداية الشعبية كانت من 800 جنيه
قصدي من 600 جنيه ل 800 جنيه، والمستويات كانت من 800 ل 1000 ونص. دي الأسعار كانت موجودة في السوق بيع تداول. الإنجليزي كان بداية من 1000 ونص، ده الحاجات الساردة، الحاجات اللي هي مش مستويات عالية. أما بالنسبة للمستويات العالية كان بداية من 2000 جنيه ل 2000 ونص، وانت طالع ممكن يوصل الفرد الواحد ل 7000 جنيه، وفي قصوص بتوصل ل 15000 جنيه. ده بالنسبة للإنجليزي التكشيرة ومستورد وبدبل، وفي حاجات ما شاء الله دم عالي. فطبعا كل غاوي كل هاوي عارف طيره بكام، وعارف مستواه ايه، وعارف جايبه منين. فطبعا بتختلف اسعار الانجليزي من فرد لفرد. دلوقتي هنتكلم على الشيشه والكرك. الشيشه والكرك النهارده برضو كان السعر بتاعهم في التداول 380 جنيه لحد 400 جنيه، والزغلول بتاعته كانت من 250 ل 300 جنيه. ده بالنسبه للشيشه والكرك. والتاتشات دول هما بيتسموا مع بعض كده، لان كلهم بيباعوا من نفس النوع، تاتش الكتف واحد او ريشه واحده في الجناح، او شيشه وكرك بس. هنتكلم دلوقتي على الرمبوات. الرمبوات اسعارها في السوق من 700 جنيه، ده بالنسبه للكلير فايروت كان 700 جنيه. اما بالنسبه للزغيل بتاعته بتتلم اسعارها من 350 برضو ل 400 جنيه. دي بالنسبه للرمبوات في التداول. بالنسبه للرمبوات الموف والسكاي، الموف والسكاي من 350 ل 400 جنيه، 450 جنيه. ده بالنسبه للناس اللي بتعرضهم في السوق. والزغيل بتاعتهم كانت بتتباع مع تركيبات الرمبوات من 250 ل 260 جنيه. الاسعار الاولى ده يا جماعه اسعار تداول بس، عشان محدش يشتري في التعليقات مفيش الاسعار دي، لا، الاسعار دي اللي موجوده في السوق تداول بين الهواة بينها وبين بعض. ودي الاسعار اللي انا سائل عليها النهارده الناس. هنتكلم دلوقتي على اسعار الرز. اسعار الرز النهارده كان اللاتيني في التداول من 950 ل 1000 ل 1100، وفي ناس كانت عارضه اسس محترمه وشغاله بالضمان ب 1200 جنيه. والزغاليل بتاعته كانت ب 600 جنيه، والشهبات 650 ل 700 جنيه. ده بالنسبه للاتيني. اما الالبينو كان سعره قليل شويه، واسعاره من 900 ل 950 جنيه، ممكن توصل ل 1000 لو اسس مضمونه وشغاله. والزغاليل بتاعته 600، والشباب بتاعته من 650 ل 700 جنيه ل 750 جنيه. ده بالنسبه للرز الالبينو، مش عليه لم النهارده. بالنسبة للأوبلاين أورنج، أسعار الأوبلاين أورنج في السوق النهاردة تداول من 1600 ل 1700 جنيه، لو علامات تقيلة وصبغة عالية بتباع من 1700 وانت نازل بقى، من 1700 وانت نازل، يعني 1700 1400 لحد أقل حاجة 1400. ده بالنسبة للتداول في السوق. الزغلول بتاعته من 700 جنيه لحد 800 جنيه، وفي ناس عارضة الصبغات في الشبابات على 1000 جنيه. بالنسبة للأوبلاين ريد، الأوبلاين ريد أسعاره من 2000 ل 2000 ونص. ده في التداول. والزغاليل بتاعته من 1000 جنيه ل 1200 جنيه، ممكن توصل 1400 جنيه في التداول. كان في واحد النهاردة مع قص شبابات عرضه ب 1600 جنيه، قص شبابات أوبلاين ريد. هنتكلم دلوقتي على الروز العين السوداء. أسعار الروز العين السوداء وكانت بتتاخد النهاردة في اللم، كانت بتاخد النهاردة ب 750 ل 800. اما بالنسبه لاسعارها في التداول، اسعارها في التداول من 800 ل 850 جنيه، والزغال بتاعتهم من 500 جنيه. هنتكلم دلوقتي على الفشر العين السوداء في التداول برضو 800 جنيه. والفشر اللاتيني طبعا اسعاره معديه. في واحد كان عارض قسم النهارده ب3 ونص، ومفيش زغليل في السوق منه، لانه اصلا الفشر قليل قوي في السوق. الفشر يعني في حاجات انا منزلها في عروض البيع، بس معظم الموجود روز واسترالي والطفرات اللي احنا عارفينها، انما الفشر قليل قوي. هنتكلم دلوقتي على اسعار لو في حاجه نسيتها ممكن تبقى لي في التعليقات. هنتكلم دلوقتي على اسعار الكوكتيل. اسعار الكوكتيل اللاتيني النهارده في السوق كان بتلم الاحجام الجامبو والكبيره على 1000 على 1000 جنيه. اما بالنسبه في التداول كان الاحجام ما شاء الله الكبيره، كان في ناس نازله بخصوص على 1400 جنيه، واقل حاجه في التداول 1200 جنيه. ده بالنسبه للكوكتيل اللاتيني. والزغليل بتاعته والشابات كان بتبتدي معاك من 850 جنيه ل 900 جنيه، مش بتزيد عن كده. ده بالنسبة لشبات الكوكتيل اللاتيني. بالنسبة للإيزابيل، الإيزابيل ب7 ونص، 750 جنيه، والزغاليل بتاعته ب600 جنيه. ده في التداول. المصبعات الغامقة من 800 ل 850 جنيه. والفواتح الفتيات والبصمات بتبتدي معاك من 1200، وانت طالع ممكن يوصل القص ل 1400 جنيه. ده بالنسبة للفتيات والبصمات. الزغاليل بتاعتها بتبتدي معاك من 6 ونص ل7. الزغاليل الغوامق بتاعة المصبعات ب 650 ل 700 برضه. هنتكلم دلوقتي على الكوكتيل الفرنساوي اللي مش عليه اقبال برضه، بس النهارده كان معظم الشيلات فيها ناس معاه البينو بس ما باعوش يعني.
الاسعار بتبتدي معاك في الكوكتيل البينو في التداول اسعارها في السوق من 1800 ل 2000 جنيه، وفي ناس كانت عارضه قص النهارده ب 2200 جنيه. الزغاليل بتاعتها كانت عامله من 1200 ل 1250 جنيه زغلول شبابات، ده بالنسبه للكوكتيل الفرنساوي. بالنسبه للحبشي 1100، الزغلول بتاعته عامله 650 جنيه. الإيزابيل ب 1200 ل 1300، والزغلول بتاعته كانت عاملة 7.5. ده بالنسبة للفرنساوي. المصبعات الفرنساوي طبعا كل ما كان فواتح كل ما سعرها بقى أعلى، تبتدي معاك من 1200 جنيه المصبعات الغوامق، وانت طالع ممكن يوصل أصل 4000 ل 5000 جنيه. في ناس كانت عارضة أصوص ب 5000 جنيه. وزغلولها طبعا بتبقى معدية لأن كل واحد عارف طيره على ايه. دلوقتي اللي هنتكلم على الزبرة في التداول عاملة من 200 جنيه الغوامق ل 250 جنيه الفواتح. والهاف اورنج من معاك من 350 ل 400 جنيه. وفي ناس كانت عارضة قصوص ب 500 جنيه. ده بالنسبة يا جماعة لأسعار التداول. أنا بتكلم النهاردة على أسعار التداول، مش بتكلم على اللم قلته في أول الفيديو. آه، الجو النهارده اسعارها الحبشي ب 250 ل 300 جنيه. سيلفر برضو 300 جنيه. الفون من 300 ل 350، وفي ناس كانت عارضاه ب 400 جنيه النهارده. الالبينو 300 جنيه 350 جنيه. الالبينو بلاك اي عين سودا كان عامل 300 جنيه. ده بالنسبه للجوا. اسعار برضه هنتكلم دلوقتي على اسعار الكناري. اسعار الكناري بتبتدي معاك من 1200 جنيه وانت طالع على حسب المستوى. دي اللي كانت اسعار كانت موجوده في السوق النهارده يا جماعه. بالنسبه لاي حاجه ناقصه او اي حاجه ما قلتهاش ممكن تبلغوني وانا اقول لكم عليها في التعليقات. هنتكلم دلوقتي على اسعار الاكل. اسعار البلكم النهارده كان ب 30 جنيه عند ام علي، والفلارس ب 60 جنيه، والدنيبه ب 15 جنيه ل 20 جنيه. السيبيا عندها بتبتدي معاك من 120 جنيه ل 140 جنيه ل 160 جنيه السيبيا الكبيره. الدخن عندها من 140 ل 160 جنيه السنابل الكبيره. اللهم صل على النبي. النشارة عندها ب 15 جنيه. الكارينا عندها ب 15 جنيه. اكل الحمام عندها بتبتدي معاك من 20 ل 25 جنيه. الحاجات اللي فيها اكتر من حبايه. دي الاسعار كانت موجوده في السوق النهارده. يا رب ما كنتش نسيت اي حاجه، ولو نسيت اي حاجه بلغونا في التعليقات. وانتظروا ان شاء الله عروض البيع. دمتم في رعايه الله وحفظه امني. بحبكم كلكم في الله. اهم حاجه ما ننساش نشترك في القناه ونعمل لايك جميل ونصلي على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.